بيبدأ المسلسل في عصر جسون، واللي بيكون حراس الملك ماسكين بنت كده اسمها جي، واللي بيكون باين ان هي هتتعاقب او حاجة زي كده، وبيدخلوها فعلا لملك جسون اللي هو هيون. بس الغريبة بقى ان هو مش بيعاقبها ولا بيحكم عليها بالاعدام ولا اي حاجة، بس بيقول لها ان هي هتبقى كبيرة الطباخين عنده في القصر. كلهم بيتصدموا جدا، ازاي بنت معفنة زي دي يعني هي اللي هتبقى كبيرة الطباخين. وساعتها بنعرف ان جي اصلا مش من عصر جسون ولا اي حاجة، ولكن هي اصلا من المستقبل من سنة 2025. وساعتها بقى بنرجع فلاش باك للي خلاها تيجي هنا اصلا، وبنعرف ان جي كانت في فرنسا اصلا علشان كانت في مسابقه طبخ كده، واللي هيكسب هياخد 100,000 يورو، وكمان هيشتغل في مطعم 3 نجوم كبير جدا، وبيكون على حظها الفقر فرنها باظ ساعتها. فساعتها بتتصرف وبتجيب قش كده بتطبخ عليه، وبتبهرهم كلهم لان هي بتطبخ طبخه في ملك من جوسون كان بيحبها جدا، والملك ده يا جماعه هو البطل. المهم يعني بتكسب فعلا في المسابقه دي وبتاخد ال100,000 يورو، وبتكون بقى راجعه على كوريا علشان تشوف اهلها وباباها بيكلمها وبيقول لها ان في كتاب كده هو عاوزها تجيبهوله، وصاحب باباها بيبعت لها الكتاب ده عشان تديه لباباها وهي رايحه لكوريا. وهي بقى في الطياره عشان ترجع لكوريا في واحد جنبها بيدلق عليها حاجه سخنه، فعلى طول بتروح الحمام علشان تمسح هدومها. ولما بتروح للحمام علشان تنظف نفسها، الكتاب اللي كانت جايباه لباباها بيتبل بالغلط، فبتمسكه كده بس بتفتحه بالغلط يعني، وبتلاقي ان هو كتاب وصفات من عصر جسون، وبتلاقي في صفحه كده من الوصفات مقطوعه. وكمان بتلاقي ان الملك في الكتاب دوت كان كاتب عن بنت كده هو بيحبها، وكانت بتعمل له وصفات. وفي اليوم ده بيكون في كسوف للشمس، واول ما الدنيا بتضلم والكسوف بيحصل، جي بتحس ان في حاجه غريبه جدا، وبتبدا الدنيا من حواليها تتهز، وساعتها بتخش جوه كتاب الوصفات ده. بس لما بتصحى بقى بتلاقي نفسها في شبكه للصيد، وكأن حد مصطادها كده. في نفس الوقت ده بقى ملك جسون اللي هو هيون كان بيصطاد غزال، وكان خارج هو وكل الحراس بتوعه. وفي الوقت ده كان اصلا عنده طقوس كده على باباه يعني، لان دي كانت ذكرى وفاته، بس هو ما راحش. وساعتها في واحد من الجنود بتوعه قال له انه المفروض كان يروح الطقوس دي، وبما ان النهارده في كسوف للشمس فممكن يظهر له على فكرة شبح لست كده. بس هيون مش بيهتم بكلامه، وبعد كده بيظهر ثعلب، وبيكون هو عاوز يمسك الثعلب ده، فبيجري وراه على طول علشان يمسكه، ومش بيستنى حد حتى. ولما بيروح وراه بيشوف جي، وبيكون مستغرب قوي من شكل لبسها، وجي بتكون مصدومة جدا من طريقة لبسه وكل حاجة فيه، وبتفكره يعني بيصور مسلسل. بس لما بتحس انه هيرمي من السهم اللي معاه عليها بتجري على طول عشان ما يمسكهاش، بس هو بيجري وراها. وبعدها كده بيقفوا في حتة فيها تل، لان هي مش هتعرف تجري تاني لانها لو جريت هتقع تحت. وساعتها بتاخد بالها ان السهام اللي معاها خلصت بعد ما رمى حته سهم طير لها شنطتها، طلع له الجهاز الصاعق بتاعها، وبتكون بتهدده بيه، بس هو اصلا مش بيكون مهتم بالهبل اللي هي بتعمله ده، لانه مش فاهم اصلا هيعمل بيه ايه يعني. وساعتها بيقفوا يتكلموا مع بعض، وبيطلع لها السيف بتاعه وبيهددها بيه. بس في الوقت ده في حد بيضرب عليه سهم من ورا، وبيبان يعني ان هو متمرد وعاوز يخلص منه، فبيمسكها وبيقع هما الاتنين من فوق الجبل في الميه. ولما بيفوقوا بعد ما كانوا وقعوا في الميه بتلاحظ ان هو في عنده جرح كبير جدا، مش عارفه ايه اللي هي بتعمله ده، بس بتجيب فازلين وبتقعد تعمله له بيه، وكمان بتربطه له كده بربطه كانت معاها. ولما هيون بيفوق بيفتكر ان هي تبع الناس اللي هم عاوزين يخلصوا منه دول، وبيهددها، بس هي بتقول له ان هي انقذت حياته ووقفت النزيف، ولو كانت عاوزه تخلص منه كانت عملت كده من زمان. ساعتها بتاخد منه السكينه بكل براعه، وكمان بيلاحظ ان هي بتعرف تستخدم السكينه جدا، وبتقول له ان هي شيف معروفه جدا وكمان شاطره، بس هو اصلا مش بيصدق الهطل ده. وبعد كده بتقدر تربطه يعني وتسيطر عليه، وساعتها بيفضل يقول لها ان هو الملك اصلا بتاع البلد دي، بس هي مش بتصدقه، وبتكون لسه مش مستوعبه ان هي ممكن تكون رجعت بالزمان اصلا. وفي الوقت ده بقى بنيجي لواحده كده اسمها كانج، واللي بنعرف ان هي المحظيه بتاعت هيون، واللي شكلها اصلا مبعوثه من حد، وانها شريره، وان هي في دماغها خطه عاوزه تعملها، وممكن الخطه دي تضر هيون. بنيجي بعد كده لجي وهيون، وساعتها جي بتلاقي بيت كده فبتقرر ان هي تقعد فيه يعني، وساعتها بتفضل تتكلم مع هيون عن ملك كده هي قرت عنه كان ظالم جدا، وكان في الحقبه بتاعه جسون، وتقريبا كده كلام الملك ده بيكون عنه هو، بس هو مش بيقول لها، وبتقول له ان هو كان ظالم ومش بيهتم بالناس بتوعه، وكل اللي همه ان هو ياخد بنات، وكل اللي همه هو البنات اصلا، ومش بيهتم باي حاجه في امور الدوله. وبعد كده بتخش جوه البيت ده علشان تدور على لقمه ياكلوها، وكمان تغير هدومها المبلوله دي. فساعتها بتلاقي واحده جوه اسمها جيل ديت بتكون بنت عندها 18 سنه ومستخبيه هنا علشان الجنود بتوع الملك ما ياخدوهاش زي البنات التانيين اللي بياخدوها للانتقاء علشان الملك ياخدهم عنده. وساعتها جي بتتصاحب عليها، وبيعملوا كمان اكل سوا، وبيروحوا ياكلوا هيون، وفي الاول اصلا ما بيكونش راضي ياكل يعني، بس لما بيلاقي ان جي اكلت منه شكل الاكل حلو فبياكل، وفعلا بيعجبه جدا الاكل، وبيفتكر ساعتها مامته زمان لما كانت بتقعد تاكله. المهم يعني ان هما بعد ما بياكلوا بينضفوا وراهم، البطل بيكون نام من التعب، وساعتها جي بتغطيه هي وجيله وبيمشوا، وساعتها جنود الملك بيلاقوه اخيرا. وفي اليوم ده بيكونوا لسه بيدوروا على بنات علشان ياخدوهم لهيون،
وساعتها بيلاقوا جي وجيل وبياخدوهم فعلا، بس لما بيعرفوا ان سنهم كبير لان جي عندها 27 سنة وبتخلي جيل تكذب وتقول ان هي عندها 28 سنة، فساعتها مش بياخدوهم بس بياخدوهم على مكان كده علشان يطبخوا الناس. والناس دول بيكونوا واحد اسمه جي وواحد اسمه ام اللي هو ابو جي، وجي ده بيكون مستشار في البلد وكمان متجوز اميرة ودايما بيقعد يطلع العيوب في كل الاكلات وكل اللي همه هو البنات. فساعتها الراجل اللي اسمه هونج اللي هو بياخد البنات يعني علشان يشغلهم او ياخدهم للملك يتفق مع جي ان هي لو طبخت اكل كويس هيمشيها هي وكل اللي هنا، وبيكون ساعتها في لحمه فجي بتقرر ان هي تطبخها على طريقه كده فرنسيه مشهوره، وفعلا بتبدا تطبخها بمساعده كل البنات اللي كانوا موجودين. نيجي ساعتها بقى لجي وابو ام اللي بيكونوا وصلوا عند الراجل اللي اسمه هونج اللي هو ابو الراجل اللي اتفق مع جي ان هو هيمشيها لو الاكل طلع كويس، بس جي اصلا بيكون جاي علشان عاوز ياخد بنت الراجل هونج ده مع انها بنت صغيره، بس هي بتكون هربت بمساعده هونج اللي هو ابوها. ولما بيشوفوا الاكل ان هو بسيط كده مش بيرضوا ياكلوه بيهزقوهم جامد، فساعتها بيجيبوا جي وكمان بيكونوا هيعاقبوها بسبب ان هي عملت اكل زي ده، بس هي بتقول لهم يدوقوا الاول وبعد كده يحكموا، وان هي عملت الاكل ده من مكونات غاليه جدا في الطبيعه. ففعلا اول ما بيدوقوا هو وابوه بينبهروا جدا وبيبان على وشهم، بس هما بيكذبوا بيقولوا انه الاكل عادي ووحش. بس لما الجد هونج بيدوق الاكل دوت بيعجبه جدا وبيقول ان طعمه مختلف جدا عن اي اكله هو اكلها في حياته قبل كده فيها لحمه، وبيقول لهم ان هم كدابين وبيحصل خناقه كبيره جدا، وده كمان بيكون بسبب ان ميحا فيدة هونج لما جت تهرب معرفتش وقدروا يمسكوها، فبيكون مصمم انه ياخدها معاه، فعلشان كده هونج بيعمل كل ده، بس هم بيفضلوا مصرين على قرارهم وبيكونوا كمان هيعاقبوا جي. واول ما بيجوا يعاقبوا جي ساعتها هيون بيخش على طول وبياخدها عنده وبيقول لها الدواء والاكل دوت، وفعلا بتحط له الاكل بس بتدوق منه الاول عشان هو اللي طلب منها كده. واول ما بيدوق الاكل بينبهر جدا لانه هو بيكون افضل حد بيدوق اكل في الزمن بتاعه، وده كمان اللي بيكون مذكور في كتب التاريخ وجي عارفاه، وبيقول لها ان الاكل حلو جدا وبيقرر ان هي هتفضل مسجونه لحد بكره وهياخدها معاه للقصر. ومش هي لوحدها، هي وجيلو وكمان مي حفيدة هونج. وبعد ما كلهم بيخرجوا من الاوضه هونج بيقعد يزعق لهيون وبيقول له ان هو ملك مستهتر وان المفروض يهتم بشعبه اكتر من كده بدل ما هو كل همه عن البنات، وكمان عاوز ياخد مي حفيدته. وبنيجي بعدها لجي وجيلو وهم في الحبس، وجي ساعتها بتحكي لجيل ان هي من المستقبل، بس بتلاقي ان ابن هونج اللي هو ابو مي جاي لها وبيخرجها هي وجيل من السجن وبيقول لها ان هو وفى بوعده لان هي عملت طبخه حلوه. وساعتها اول ما بتخرج هي وجيل اول حاجه بتقرر ان هي تعملها ان هي لازم تروح تدور على الشنطه بتاعتها اللي هيون رماها لها بالسهم لان دي اللي جواها الحل، لان هي لما رجعت بالزمن رجعت عن طريق الكتاب. وفعلا بتروح عند الجبل بس هناك مش بتلحق تجيب الكتاب لان هيون بيجي هو وكل جنوده وبيقفشها وبيسالها جايه هنا تعمل ايه، وبتقول له على موضوع الكتاب ده، فبيخلي واحد من الجنود بتوعه يجيب لها الشنطه فعلا. واول ما بيجيب لها الشنطه بتشكره جدا بس مش بتلحق تتهنى لانه بيرميها لها من الجبل، وساعتها بتتعصب عليه قوي وبتقول له ان الشنطه دي مهمه جدا عندها، وبتقول له ان هي مستعده تعمل اي حاجه بس مقابل ان هو يرجع لها الشنطه دي. فبيسالها اذا كانت موافقه انها تعمل اي حاجه فعلا، تستغرب شويه وبتحس ان هي يا ريتها ما قالت كده، وبيكون لسه عند قراره ان هو ياخدها معاه للقصر هي وجيل بكره، وفعلا بياخدهم معاه وبيكون حاططهم في قفص كده شبه المجرمين. واول ما بيوصلوا للقصر المحظيه كانج بتيجي وبتسلم عليه وبتكون مفكراه ان هو جايب مي معاه اللي هي بنت هونج، بس هو بيكون تراجع عن القرار ده امبارح بسبب كلام هونج ليه وكمان كلام جي اللي اثر فيه قبل كده، وبيوريها جي وبيقول لها ان هي شبح. وجي اول ما بتشوفها بتكون عارفه اصلا ان هي شريره وهتدمر المملكه لان بيكون مذكور في كتب التاريخ ان هي اكتر واحده شريره في العصر ده. ساعتها كانج بتفتكر ان هو بيحب جي دي، بس ساعتها هيون بيهدد جي ان هو ممكن يموتها في اي لحظه عادي جدا. كده الحلقه بتكون خلصت. لو عجبكم المسلسل استنوا ان شاء الله هنزل لكم بقيه الحلقات اول ما تتعرض. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان سبسكرايب لقناتي التانية وفولو البيج الفيسبوك بتاعتي عشان انزل لكم كل جديد. ولو في اي مسلسل انتوا عاوزينه اكتبوا لي تحت في الكومنتس.